سلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة إن شاء الله. غنتقاسم معكم طريقة تحضير بريوش منزلي قطني هوائي ناجح 100%. فما عليكم غير تلتزموا بالمراحل والطريقة ديال التحضير كذلك المقادير مضبوطة باش ينجح معكم هذا البريوش هذا. عندي نصف كأس من الماء الدافئ ما يعادل 80 مليلتر، نصف كأس من الحليب الدافئ ما يعادل 80 مليلتر، 3 ملاعق كبيرة من سكر حبيبات ما يعادل 50 غرام، ملعقة كبيرة من الخميرة حبيبات ما يعادل 11 غرام، وجوج ديال الملاعق كبيرة ديال الفورس أو الدقيق الأبيض ما يعادل 40 غرام. غنحركهم جيدا يتفاعلوا، نغطيهم لمدة 10 ديال الدقائق باش هاد الخميرة كتفاعل مع الدقيق في المرحلة الأولى. ملي كدوز 10 ديال الدقائق الخميرة كتكون تفاعلات، كنسم بالفاني، القشور ديال البرتقالة محكوكة، بيضة، نصف كأس ديال عصير البرتقال ما يعادل 80 مليلتر. انا عندي زبدة مذابة واحد 60 غرام ديال الزبدة، شوية د الملحة، وغنحرك هاد المكونات جيدا باش ينسجموا مع بعضياتهم. ملي كنحرك جيدا هاد المكونات هنا غادي نبدا بإضافة الدقيق. عندي 400 غرام من الدقيق، وغندير ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية. بالنسبة للدقيق فهنا درت 400 غرام، وفي الأول درت جوج ديال الملاعق كبيرة، يعني كيعطيني في المجموع تقريبا واحد 440 غرام لهاد البريوش هذا. وكيبقى الدقيق على حسب النوعية ديالو، كيمكن له يكون كيتشرب أكثر ولا ما كيتشربش بزاف، فكنبقاو نلعبوا بواحد الملعقة أو واحد جوج ديال الملاعق. وبالنسبه لهاد البريوش فما كيحتاجش نهائيا الخدمه بزاف، كنخدمو غير برؤوس الاصابع لغايه ما كيندمج هكا الخليط. الخليط خصو يكون كيتلصق في اليدين بحال هاد الشكل هذا. انا غادي نغطيه مزيان باش يخمر مزيان، فكندير له هنايا الفيلم اليمونتير باش ما يدخلوش الهواء، وغادي ندير عليه واحد المنديل وغادي نخليه حتى يضاعف الحجم ديالو جيدا. الا كان الصيف فكياخد وقت اقل، والا كان البرد فيمكن لكم تخليوه وتنساوه حتى لواحد الساعتين د المكانه، ما كاينش مشكل. انا هنا درت البريوش وخرجت قضيت شي غارات ورجعت لقيتو تضاعف وخمر على خاطرو. كندير الديش فيها واحد شويه ديال الزيت، وكنقاد هاد العجينه هذه غير باش نهبطها على سطح العمل وما تلصقليش في يدي. فالعجينه في الاول كتكون كتلصق، ولكن كتكون كتعطي الطوع. ملي كندهنو يدينا كيساعدنا اننا نخدموها. هنا غادي نقسموا العجينه باش نديروا قطع صغيره من البريوش. الحجم كيبقى على حسب اختياركم، فانا غندير هنا دي بريوش شويه كبيبرين، درت 8 ديال الكريات اللي غادي يكونوا كبار. هنا كنطلقها واحد شويه بحال هكذا باش كيسهل عليا انني نخدم بها. نصف الكميه غادي نعمرها بالشوكولا، ونصف الكميه غادي نخليها ناتور، يعني ما غاديش نعمرها. كيبقى لكم الاختيار، يا ديروا هكا قطعه الشوكولا، ولا ديروا هكا ديك الشكلاط ديال الدهن، ولا ديروا حتى الكونفيتور الا بغيتو، ولا الكومبوت ديال التفاح. فانا هنا غادي ندير 4 ديال القطع بالشوكولا، وغادي نديرهم على شكل باغيت او شكل هكا طولي، فساهلين في الخدمه. غير كنجمعوا عليهم ديك الشوكولا من الجنب هكا، وكنشدوا العجينه باش ما كيخرجش وما كيذوبش من على برا. وبالنسبه لهاد القطع المتبقيه فغادي نشكلها على شكل كريات، الشكل العادي الكروي، باش كندير الفرق بيناتهم. هنا ستفتهم كاملين في الطبسيل اللي غادي يطيبوا فيه مباشره، يعني غيخمروا فيه وغيطيبوا فيه. غادي تبسطوهم واحد شويه، وكما كتشوفوا انا كنفضل دائما نخدم بالبابي كويسون باش كنتاكد بلي الحاجه ما كتلصقش معايا. اما الا كان عندكم الطبسيل ما كيلصقش، دهنوا واحد شويه ديال الزويته وديروا مباشره البريوش. كما شفتوا بزطتهم واحد شويه بحيث مازال غيزيدوا يتنفخوا، وكنغطيهم بواحد المنديل وكنخليهم تقريبا واحد 20 دقيقه. كيكونوا عاوتاني تضاعف لهم الحجم ديالهم. غادي ندهنهم بالبيض. بالنسبه للبيض فهذه بيضه كامله ماشي غير صفر البيض،
فكنستمر بالدهن ديال الوجه هكا، نحاول ما نبركش عليهم باش ما نخرج لهمش هذاك التخمار اللي خمروه. وفي هاد الاثناء هادي كنكون كنسخن الفران على درجه حراره 180 درجه، وكنزين لهم هكا الوجه ديالهم باللوز ايفيلي. كيمكن لكم غير دهنوهم بالبيض وتخليوهم هكاك طبيعيين. غادي ندخلهم الفران وغادي نخليهم يطيبوا على مهل على حسب الفران. انا كنبقى مقابلاهم، غير كنشوفهم هكا تذهبوا من الفوق وتنفخوا مزيان، كنقلب لهم من التحت ديالهم الا لقيتهم طايبين، كنخرجهم. تقريبا تياخذوا في الفران واحد 20 دقيقه، ولكن راه على حسب الفران. كي تخرجوهم هما سخان ديروا عليهم واحد المنديل وخليوهم يرجع عليهم الصهد ديالهم ويرطبوا. هانتم كتشوفوا كيفاش كيجيو قطنيين من الداخل، ما تشبعوش منهم هاد البريوش هادو ناجحين. وكنتمنى تكونوا خديتوا جميع الاسرار اللي كنعطيكم. واخا تكونوا مبتدئات غينجح معكم هاد البريوش. التزيين كيبقى على حسب ذوقكم وعلى حسب اختياركم. زينت بواحد شويه ديال السكر كلاسي، واللي درت لهم الشكلاط من الداخل غادي ندير لهم خطوط من الشكلاط من الفوق، وكيجي هذا هو الشكل ديالهم. ديروا بهم الكوتي ولا تفطروا فيهم في الصباح، ولا تعطوهم هكا لوليداتكم المدارس يدوهم معاهم. فالشكل ديالهم تيجي زوين من على برا، ومن الداخل تيجيو هوائيين وقطنيين. نتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه خليوا لي الاعجاب بالوصفه واشتركوا بالقناه باش يوصلكم جديد القناه. كنشكركم على التتبع وكنقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.